النهارده هنتكلم عن الجيل التاني second generation كيفالوسبورين، وهنعرف ازاي بيختلف عن الجيل الأول ومين بيغطي أكتر. امتى نستخدم السيفروكسين والسيفاكلور، وايه هو أسرار السيفوكسيتين والسيفوتيتان. تابع الفيديو. ده كده بالنسبة للفيرست جنريشن. هندخل بقى على السكند جنريشن. يبقى انا كده بسيب شوية من البوزيتيف وبمشي تجاه الجرام نيجاتيف. ومعانا في السكند جنريشن اللي هو السيفروكسيم اللي هو الزينات والزيناسيف، والسيفوكسيتين اللي هو البريمافوكس ودوت مشهور جدا في الهوسبيتالز، والسيفوتيتان والسيفوبيرازون. سيفوتيتان ده اسمه في الماركت سيفوتيتان، وسيفوبروزيل اللي هو السيفزيل، والسيفاكلور اللي هو السيكلور. تمام. وانس ان انا قلت السيفوكسيتين سيفوتيتان انيروبيك كيفالوسبورين. السكند جنريشن ايجنت دوت بيتر اجينست الجرام نيجاتيف وسم وات ويكر جرام بوزيتيف اكتيفيتي. يبقى خلاص هو سحب نفسه من الجرام بوزيتيف ومشي في اتجاه الجرام نيجاتيف. السبيكترم بتاعه انا دخلت اهو على جود سبيكترم من ناحيه الانتريك جرام نيجاتيف هيموفيلس. والنيسيريا قلنا النيسيريا دي بتعمل نيسيريا جينوريا اللي هي المننجو، نيسيريا جينوريا او نيسيريا مننجايتس اللي هي المننجوكوكال. ومودريت السبيكترم بتاعه مودريت ناحيه الاستريبتوكوكس والاستافيلوكوكس والانيروب طبعا، ما عدا السيفوكسيتين والسيفوتيتان في السكند جنريشن. بور بور تجاه الانتيروكوكاي والمرسا مش معانا المرسا. وقلنا وانس ان انا قلت مرسا مع كيفالوسبورين يبقى على طول الفيفث جنريشن قديما اللي هو الانتي ميرسا كيفالوسبورين اللي هو السيبتارولين. وبور برضو تجاه السودوموناس، لان انا كده وانس ان انا عايزه ان انا اتارجت سودوموناس ما تفكرش ابدا في الفيرست والسكند جنريشن. من الثيرد جنريشن بقى بالاتجاه السودوموناس دي جرام نيجاتيف، من الاتجاه بقى الاقوى للجرام نيجاتيف خلاص ان انا بفكر فيه اللي هو الثيرد والفورث. روت اوف ادمنستريشن اللي هو السيفروكسيم اورال والاي في والاي ام، والسيفوكسيتين والسيفوتيتان دوت موجودين اي في بس، والسيبروزول والسيباكلور دول موجودين منهم الايه الاورال. الادفيرس افكت نفس الادفيرس افكت بتاعت البيتا لاكتام، ولكن بس السيفوتيتان بس فيه ادفيرس افكت مختلف شويه، وهو ان هو بيحتوي على تشين كده، تشين اسمها ان ميثايل سايو تترازول سايد تشين. طيب ديت بتعمل ايه؟ دي بتعمل انهبيشن للفيتامين كي برودكشن، فممكن تعمل prolonged bleeding. تمام، نوت كومن على فكره، ولكن ان هي ممكن تحصل تمام في بعض البيشنت، وخصوصا كمان لو في رينال impairment او البيشنت دوت هاي ريسك للبليدنج. تمام، يبقى معنى كده ان السيفوتيتان علشان عنده خاص بيه كده السايد تشين اسمها انيميسايل سايوتيترازول، بتعمل اسوشيشن انهبيشن للفيتامين كي برودكشن. وكلمة فيتامين كي برودكشن وإمبير للفيتامين كي برودكشن والإنهبيشن للفيتامين كي أيا كان دي هتسمعها كتير أصلا في الكيفالوسبورين والسيفوترايكزون. علشان كده في بعض البيشنت لما بيكون على لونج ديوريشن من مثلا السيفوترايكزون سيفوتيدان اند سو اون، لا هتلاقي ان احنا بنعمل ريكومنديشن ان انت لا ادي فيتامين كي، علشان خاطر ممكن ان البيشنت دوت يتعرض ان الفيتامين كي ديفيشنسي ويحصل بليدنج تندنسي. برضو ممكن يعمل حاجه اسمها داي سلفيرام لايك رياكشن، وخصوصا لو هو ادمنسترد مع الادمنستريشن بتاعه مع الالكوليك بيشنت، وبيبقى ليه سايد افكت كده اللي هو نوزيا وفوميتنج وفلاشنج كده، والبيشنت بيحصل له ديزنس، شويه سايد افكت كده مع الالكوليك بيشنت دوت بالاخص مع السيفوتيتان. السيفاكلور والسيبروزيل دوت سيميلار سايد تشين برضو مع الاموكسيسيلين امبيسيلين سيفالكسين او سيفاتروكسين. يبقى بقى معنى كده ايه؟ ان الكروس ري اكتيفيتي بيكون ما بينهم عالي. خلاص يبقى السيميلار سايد تشين خلاص كروس ري اكتيفيتي، وانا مش مطالبه ابدا ان انا احفظ ايه الكروس ري اكتيفيتي مثلا هاي او لو، ولكن هي بتيجي بالبراكتس بعد كده بالتعود. حتى لما بيجي يقول مثلا انا عايز ان انا ادي البيشنت ده، كنت عايزه اديله بري اوبراتيف بروفلاكسس مثلا يوناسين، ولكن هو بنسلين الرجيك، خلاص احنا بنعمل انديكيشن مثلا ان احنا ندي سيفازولين عادي، او نبص في الايه في الشارت ونشوف الايجنت المتوفره عندنا وهي برضو ابروفد في الجايد لاينز. مع الجايد لاينز لما بيجي يدي لك مثلا الفيرست لاين بيقول لك الالترناتيف وفي حاله البنسلين الرجيك ايه، وبنروح عاملين انديكيشن بالانتي بيوتكس المناسب.
الجنرال دوزنج بالنسبة للسيفروكسين هتلاقيه بدوز 250 ل 500 كل 12 أو 1.5 جرام كل 8. السيفوكسيتين طبعا 1 ل 2 جرام كل من 6 ل 8 ساعات. كسيرجيكال بروفلاكسس قلنا 2 جرام قبل الأوبريشن بساعة، وفي حالة الأوبيس بيشنت بدي 3 جرام قبل برضو الأوبريشن بساعة. السيفوتيتان 1 إلى 2 جرام برضو كل 12 ساعة. سيرجيكال بروفلاكسس 2 جرام برير سيرجري. وسيبروزيل 500 كل 12. وسيفاكلور اللي هو الاورال دوت بيستخدم في روشتات الاطفال كتير، يعني 250 ل 500 كل 8 ساعات او كل 12 ساعه. الاكسكريشن بايرينال سو نيد دوز ادجستمنت لو كريات كليرنس اقل من 30. الكلينيكال يوزنج بقى خلاص، يبقى انا كده افهم بقى هو السبيكترم بتاعهم ايه. يبقى انا كده من تخيلي كده ان انا بشوف الكلينيكال يوزنج according to site of ايه site of infection. بس شوف مثلا السايت اوف انفكشن دوت التارجت مايكرو اورجانيزم اللي بيتارجت السايت دوت ايه، جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. وانا كده وانا بذاكر بقى انفكشس ديزيز وانا بقرا في الجايد لاينز، فانا عارفه انا مثلا في الانترا ابدومينال يبقى انا بتارجت مثلا جرام نيجاتيف والانيروب. فاكيد ان انا كل الانتي بايوتكس اللي بتكون محطوطه كامبيريك او ديفينيتيف ثيرابي هتكون السبيكترم بتاعهم اجينست الجرام نيجاتيف والانيروب. الكلينيكال يوز في الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، في الكوميونتي اكوارد نمونيا، في الجونوريا سيرجيكال بروفلاكسس، في ابدومينال سيرجري. طبعا السيفوتيتان والسيفوكسيتين والسيفروكسين دوت طبعا بيكونوا ممتازين جدا. طبعا السيفوتيتان والسيفوكسيتين في الانترا ابدومينال ليه؟ لانه بيكفر الايه الانيروب الوحيدين اللي في الكيفالوسبورين بيكفر الايه الانيروب وبرده جرام بوزيتيف، فهم ممتازين جدا في حالات السيرجيكال بروفلاكسس في حالات الابدومينال سيرجري. السيفوكسيتين والسيفوتيتان شوف احنا دايما كل حاجه مقترنين ببعض، هما الاثنين مع بعض سيفوكسيتين والسيفوتيتان خلاص انا عرفتهم ان هما الايه الانيروبيك كيفالوسبورين. برضو اسمهم كيفامايسنز. عندهم انترنسك جود انترنسك انيروبيك اكتيفيتي، ولكن الريزيستنس ناحيتهم بتزيد ايه من ناحيه الايه الانيروبيك مايكرو اورجانيزم وخصوصا البكتيريوتس. طيب بمعنى ايه؟ يعني هما دلوقتي الانيروبيك اكتيفيتي بتاعتهم ممتازه جدا خلاص، ولكن في ريزيستنس من الانيروبيك مايكرو اورجانيزم بتزيد تجاههم. خلاص يبقى انا ان انا هعمل لهم ليميتد يوز لليوز بتاع او اللي هو اليوزفل انديكيشن بتاعهم في اللي هو السيرجيكال بروفيلاكسيس. وان انا لو كان في حصل بوست اوبريشن مثلا بوست سيرجيكال انفكشن خلاص انا هشفت مثلا لاي ايجنت تاني. يعني بالمعنى كده ان انا هخلي دول بس في الحته بتاعتهم اللي هي السيرجيكال سايت بروفيلاكسيس، لان انا لو خسرتهم ممكن ما اقدرش ان انا اجيب حاجه تانية. لو انا عايزه مثلا كيفالوسبورين خلاص ما هم الوحيدين الكيفالوسبورين اللي بيكفر الانيروب، فهم كده يكونوا الاستخدام الامثل في حاله السيرجيكال بروفلاكسس في حاله الابدومين. طب قال لك ديت يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني لما هستخدمهم بس في السيرجيكال بروفلاكسس وهعمل ليميت للديوريشن اوف انتي بايوتيك اكسبوجر افتر سيرجري. بمعنى لو البيشنت طبعا ما فيش حاجه اسمها بوست اوبريشن بروفلاكسس، احنا قلنا بري اوبريتيف بروفلاكسس ولكن البوست لا. ولكن لو البيشنت دوت اتعرض لانفكشن بوست اوبريتيف خلاص ان انا هستخدم بقى الالترناتيف مثلا انذر بيتا لاكتاميز انهبيتور مثلا مع او انذر مثلا جرام نيجاتيف مع الميترونيدازول. خلاص يبقى انا لا في تشويسز ثانيه للانفكشن لو البيشنت داخل مثلا في انتر ابدومينال انفكشن او بوست اوبريتيف انفكشن خلاص ان انا هشوف الانتي بيوتيك المناسب ايه، ولكن ان انا هخلي دول ريزيرف للسيرجيكال بروفيلاكسيس لان الالترناتيف ليهم مش كتير.